انت تعرف ليه مش طايق تقعد تذاكر ربع ساعة على بعض وحاسس ان في حد مقعدك تذاكر بالاكراه؟ عشان عندك امتحان كمان يومين ومزنوق زنقة الكلاب. ايوه، هي السوشيال ميديا. افهمك ازاي. وانت قاعد بتسكرول على الفيس ولا التيك توك ما بتلحقش تكمل السطر المكتوب على البوست او حتى الفيديو اللي في ايدك عشان عندك فضول تشوف اللي بعده. انت اللي بتعمل في نفسك كده، مش السوشيال هي اللي بتعمل فيك كده. دي من وجهة نظري يعني. انت عمال تاخد قشور بس مش مستفيد حتى معلومة واحدة، يعني تضييع وقت وضرر ليك في نفس الوقت. ويا عيني عليك مش عارف تذاكر صفحة على بعضها ولا حتى تقرا بوست طويل شوية على الفيس نفسه. الحياة المصطنعة اللي بنشوفها على السوشيال ميديا وخصوصا الانستجرام خلت عندنا سقف توقعات مبالغ فيه غير واقعي. زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت، واحدة منزلة صورتها هي وجوزها وهما مبسوطين، فتيجي واحدة بعد ما تتجوز تلاقي الواقع غير كده وتقول اشمعنى هما مبسوطين واحنا لا. ايوه حضرتك، هما اكيد مش هينزلوا صورهم وهم زعلانين، وفي الوقت اللي كانوا فرحانين فيه نزلوا صورهم وحياتهم زي حياتك عادي خالص. في لحظات حلوة والعكس. اول لما تصحى من النوم وتمسك موبايلك تصطبح بجريمه قتل، فتبدا يومك باحلى نيجاتيف انرجي. المشكله بقى ان الموضوع بيوصل للي مفتحش نت فيتنكد هو كمان بسبب حاجه ولا هو سبب فيها ولا الجن الازرق اللي فيها، والجريمه دي ممكن تكون في بلد تانية اصلا. انا مش عارف الغلب اللي احنا فيه ده. انت بتشيل هم مش بتاعك. في حاجه كمان، السوشيال ميديا بتخليك تشوف نفسك متأخر، وإن كل اللي حواليك بيعملوا كل حاجة بسرعة. مش عارف مين اتجوز ومين سافر استراليا ومين بقى الرئيس التنفيذي لشركة مش عارف ايه، وانت تحاول تجري عشان تبقى زيهم ومش هتلاحق فيجيلك إحباط للمرة التانية. الواقع مش كده، وكل واحد ظروفه مختلفة عن التاني، وكل حاجة بتيجي في وقتها. ما تقلقش انت بس، أهم حاجة المشكلة إن الاستمرار في الحال ده وإنك بتصدق الحياة المزيفة الموجودة على السوشيال، مع الوقت هتحس بفراغ داخلي. كل حاجة موجودة مزيفة ومصطنعة لا وجود لها في الواقع. حتى الراجل اللي اخترع اللايك في 2009 مش عارف اسمه بصراحة، عمله عشان يزود التفاعل وقال ان اللايك ده متعة زائفة. الموضوع وصل انك بتستمد قيمتك قدام نفسك او قدام صحابك من عدد الرياكتس اللي اتعملت لك على اخر بوست انت منزله النهارده. انت مدرك ايه هي الحاجة اللي ممكن تتحكم في مزاجك؟ سلام.